تفتكروا بقى ان دي حاجة تخلي العلاقة تفشل؟ تعرفوا ان من الحاجات او تاني حاجة من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تفشل او تخلينا ما ننجحش في العلاقة هي ان احنا نختار الناس اللي احنا بنرتبط بيهم بناء على الاحتياج. هتقولوا لي ايه ده؟ هو مش المفروض احنا لما بنحتاج مواصفات معينه او بنحتاج شخص معين او بيجي علينا وقت بنكون محتاجين ان احنا بنرتبط؟ هقول لكم لا. هقول لكم ازاي. يعني في بنات بتكون مثلا الحياه بتاعتهم في بيت اهلهم صعبه، مش احسن حاجه. الاب على طول في خناق مستمر، الام في مشاكل، في بهدله، في حاجات مش ما ينفعش ان حد يتعايش معاها. فبتقرر خلاص انا قررت ان انا اتجوز. فاول واحد يتقدم بتوافق عليه علشان احتياجها للطمأنينة، للأمان، احتياجها انها يكون عندها حياة مستقرة. بس طيب انتي شفتي مواصفاته، شفتي عيوبه، شفتي حياته، شفتي ينفعك ما ينفعكيش؟ لا. في راجل ممكن وستات برضو احتياج انه يتعف، احتياج للعفة بس فقط لا غير. هتجوز عشان اعف نفسي بس. هيشوف واحدة كويسة شكلها كويس، يعني من بيت كويس وكل حاجة، بس الطباع دماغك زي دماغي ولا لا. برضو ستات بتبقى عايزة او بنات عايزة تتجوز عشان تعرف نفسها بس مش اكتر. وبعدين هل الزواج كله ان انا يكون عندي بيت مع راجل في بيته بس؟ هل الزواج كله ان انا اعف نفسي وبس؟ هل الزواج كله او العلاقة المبنية مع شخص تاني هتبقى مبنية على حاجة واحدة بس انا محتاجها ولا محتاجاها؟ لا طبعا. فعلشان كده العنصر بتاع الوقت، انا قلت لكم في الفيديو اللي فات عنصر الوقت ده مهم جدا. كمان اختيارنا للاشخاص بناء على المفاهيم اللي احنا عايزينها، او احنا اصلا ساعات ما بنكونش عارفين احنا عايزين نتجوز ليه. شوف انت عايز تتجوز ليه، انت ناقصك ايه في حياتك؟ ما في ناس مش ناقصها حاجه خالص، هو بيخرج وبيشتغل او هي ومعاهم فلوسهم وبيهزروا ويضحكوا فرحانين مش محتاجين. في واحد مش فارق معاه الجواز، وفي واحده هو الراجل هيعمل لي ايه؟ انا مش عايزه اتجوز دلوقتي خالص، مش اي عريس وخلاص. فهي الفكره انا قعدت مع نفسي شفت انا ايه اللي ناقصني. طب عرفت ان انا عايز اتجوز عشان بوينت معينه، مش ده بس، يعني مش دي نهايه المطاف. لا، انا اقعد مع الشخص اللي انا شايفه فيه البوينت دي، ابدا اشوف هل الشخص ده عنده عيوب ولا لا. دماغه في وقت العصبيه، وقت المعارضه، دماغه هو معارضني هتتنافى معايا كليا ولا ممكن نتلاقى؟ هل اصل احنا على طول هنكون في مش دايما هنكون مع الناس اللي معانا دول، حتى لو كان ابونا وامنا واخواتنا مش دايما احنا دماغنا زي بعض. لا، احنا عندنا كل واحد دماغه متركبه. حتى لو اخوات توأم متربيين في نفس البيت، كل واحد بيبقى ليه قناعات معينه، عادات معينه، كلام معين، حاجات هو عايز او بيفكر فيها معينه، حاجه يعني مش بايدينا. فابدا اشوف الشخص ده حياته هتبقى زي حياتي ولا لا، تفكيره زي تفكيري ولا لا. ما تحاولوش تحكموا على مشاعركم وعاطفكم في الوقت اللي بتكونوا فيه عندكم احتياج، سواء احتياج عاطفي، احتياج مادي، احتياج للامان، احتياج جنسي، احتياج لاي حاجه ايا كانت. ما توجهوش فكره الاحتياج دي لفكره انا عايزه اتجوز خلاص بقى، يعني انا هو ده وقت الجواز. لا، ده مش وقته، ده بالعكس، ده اكتر وقت انت بتقعد فيه مع نفسك او بتقعدي فيه مع نفسك وبتعرفوا احنا ممكن الحاجه دي لو اتوفرت عندي هحتاج ان انا اتجوز دلوقتي ولا لا، الشخص ده هيتناسب معايا ولا لا، البني ادم او البني ادم دول هيبقوا كويسين معايا في حياتي وهعرف اكمل معاهم حياتي ولا لا.